لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني حفصة حفتاو بينت لواني كاين تفسير قرآن بيم وخزمتان ومبسر زامن دي رب العالمين وهو دائم إيوازي السود اللي وربقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين إن كنت من المرسلين. كواتا وكلواني رابرج لخزمة دوات بيروزة دابوين خواهي قورد فرمي لدواي أو همو قفتوغو أو همو دعوي كوا صالح كري لقل أو قومي كوا قومي ثمودة والله أوان هر مصرب لسر بدر وزانين لسر أوي كوا كفر بو بيامي بكن كوا صالح حينات عليه الصلاة والسلام لنتيجة دا. فعقروا الناقة أو اشتري كوكم عدزي خواهي قور بياني بخشيبو هاتن كشتيان السريان بري وعتوا عن أمر ربهم يتر تكبريان ليدا لسر فرماني پروردگاريانو ملكز نبون لبوي أو ذا بو فري بأدبية بو فري جرأتوا ديانغو يا صالح ائتنا بما تعدنا دي أو عذابك ووعدت بيداين أجر إيمان نينين بيت السرمان دي بابي إن كنت من المرسلين أجر أتو فعلا لكسانش كوا بيغمبري خواي لبو إيمهاتي. وكلا تفسير قاسمي دلي وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا أي من العذاب على عقر الناقة باشوي كوا حشتركان كش طبعا بيش وقت بياني قتبو أجر مصير بن لسر كفر كتالو أو محشترك وكم عزي خواي يقول بوتان روانك بيكو جن عذاب ديت السريان دي أوانيش با زور بزرأته دانقو دي با وعذاب بي يا صالح ائتنا بما تعدنا أو عذابك وعدد بيدا وين أجر حشترك بكو جن بي بابي. والأمر للاستعجال لأنهم يعتقدون أنه لا يأتي ذلك يتر أوان كباليدا كان لو اعتقاديا وياك وعذاب ناية. إن كنت من المرسلين أي فإن الله ينصر رسله على عدد أجر أتوراز دك بيغمبري خوابي ديبا خواب بسرد بيخي لبري خواب بيغمبري خوي بسرد يخي. والله كلما عاش تفكر لقد استمروا على اعتقاد أنه كذاب وليس رسول من المرسلين كواتان بردواما لسر اعتقاد إخوان كوا صالح عليه الصلاة والسلام حاشاه درودك بيغمبري إخوانية على الرغم من آت الناقة التي أخرجها الله لهم من الصخرة وهم شهود ينظرون أجر تيبتاي خوشيان ديتيان خواهي يقول أو معزي كولة برديق لبويان خلق كر كبتاي خوان ديان بيني. ويظهر أن الذي غرهم فأعلنوا هذا التحدي بيدتي أو كوابيها الخلطابون واني لكركو أو تحدى يبكن هو إمهال الله لهم زمنا طويلا على كفرهم وعتوهم وإفسادهم في الأرض. لبرو خواهي قول مهلة بيدا من كواديار الزمن چي زور خواهي قول مهلة بيدان بردوام لسر أو كفرو لسر أو فسادي كديكن وقدرتهم على عقر الناقة الله دون إنزال عقاب الفوري بهم على عقرهم لها. يتلبرو أوان بيش وقتا لدواي هاتني صالح أو زمن زورك وبوشي ويا كفريان ببيامكي صالح دا كردو دانقو أتو بيغمبري خواني يتر أو وايلي كردن كوا قناعتيان لو بيدا بك أصلا أو بيغمبرنيا خواي قورا مهلت بيدان أوانش بي مغرور بن بو مهلتين نوك بندو آمش قالي ورقرن وكاتش كوا حشتركيان كوش دمو دس عذاب ناتا سريان يتلير دا بيمنت بون دانقو ديبا عذاب بيت السرمان لنتيجة دا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذتهم الرجفة يترخوا يقول السزاين هذا السريان بويك وهجان دياني توشي رجفة هاتن
واتش بابلين خواي قول رجفو زلزلي نادى سريان لنتيجة فأصبحوا في دارهم جاثمين يتلا نتيجة لما لكاني خويان بابلين سرودو متساويا كوت سروي زبيو بوشي بزليلي خواي روحيهم بيان تشا فأخذتهم الرجفة رجفة وكل تفسير قاسم أي الصيحة التي يحصل منها الزلزلة الشديدة بدل صوت الناقة عند عقرها كوات خواي جزاني دا لجنس عمليا كاتك وان حشتر كان سربري طبعا حشتر دنجشي لدا لكات السربرين المقابل او دنج خواي جور دنجشي جورينا دا سريان عاد لقري لرزي وبدل حركتهم عند نزع الروح ولو كاتك وان طبعا سري حشتر كدبرن حتما او حشتر وكبلي حول روح زولي زور دكا يتر اوانيش بو دنگ زوري بو زلزلي كهات سريان توش أو حركة يبونو خواي قور روحي بيشيشان وكل أضواء البيان ضلي فأخذتهم الرجفة فأصبح في دارهم جاثمين لم يبين هنا سبب رجفة الأرض بهم لردا بيان نكر دي خواي قور سبحانه وتعالى لو أو زاوية بيان لرزي ولكن يبين في موضع آخر أن سبب ذلك صيحة الملك بهم والله من الزيقات كخواي قول من بيان كريكوا بفرمان خواي يك ملائكة صيحة ودنجيتش بسريان دا در بري وأخذ الذين ظلموا الصيحة صيحة أواني برد صيحة ودنج برزكة أواني برد وأواني كشت والظاهر أن الملك صاح بهم رجفت بهم الأرض من شدة الصيحة وابيدسي لو دنج برزيك أو ملائكة بفرمان خوا بسر أواني دار كردي راز زويلة جربيان لرزية وفارقت أرواحهم أبدانهم لنتيجة روحيان للاشيان جدابوا وكل تفسيري معارج تفرين فأخذتهم الرجفة فأخذتهم أي فأهلكتهم وأماتتهم لنا يبردنوا روحي شيشان وقد جاء التعبير في القرآن المجيد بالأخذ للدلالة على معنى الإهلاك والإماتة مع التعذيب كواتا فأخذتهم هم مردنك بينا قلت لي أخذ بل كل يرده كخواي يقول لفظي أخذ بكارنا وتم مردنك بوي كواب عذاب وبمري فأصبحوا في دارهم أي في بلادهم أو مساكنهم وتلا بيانيان كردوا لو شار ولاتك إخواني أخذ لما الكان إخوان جاثمين ساقطين على وجوههم دمتساويا كوتب وصروا الزبي هامدين لا يتحركون يتر جوليان ليه برا ميتين بدل موت الناقة وسقوطها وكل قاسم دلي أوانش مردن هر وكوكو أوان حشتركان كشت وكل معارج دلي وإهلاك كفار ثمود لم يحتج أكثر من زلزلة واحدة شديدة سبحان الله لنا وبردين أو قومي هيت سينوي استنهاء يك صيحة بفرمان إخوة يك ملائكة دنجيش برزي دركر أو رجفة أو زلزلة اللي يدرز بو بوشوي لنا وتسون رافقها صيحة شديدة واحدة وكو خواي قول سبحانه وتعالى دفرميتا لا سورة القمر دفرمي إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر يك صيحة يك دنجي برس يترأون لنتيجة دا تسيان لهات فكانوا كهشيم المحتضر فدل النصان على أن الزلزلة التي حصلت في أرضهم لإهلاكهم أو زلزلي كوا لزاوية كان رويدا كانت صيحة مصحوبة بصيحة أي بصوت عال جدا يقتل عن طريق السمع كواتا أو زلزل لنتي زي سبو لكن زي دنجيش برزبو فأرسلنا عليهم صيحة واحدة وكانت صيحة أهلك الله بها ثمود مصحوبة أيضا بصاعقة كواتا دنجيك بو زلزلي لدرزبو صاعقة شي لقلدابو وكو عذابك لأسمانه به وكو خيو لسورة ذاريات فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون كاتك أوان لا فرماني خواي قولة درتون صاعقك عذابك لأسمانه هاتو بس أي خوشان دائم بيني فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين نتوانيان هل سنو زاريشي ديكا نا سركوتو كسي شهو دفاعيا لإبكاء وكان هذه الصاعقة مصحوبة بالعذاب الهون أو صاعقة أو عذاب كاتا سريان عذاب يقبو أو بريز زليل كرنو رسواي لقل دابو
أي بالعذاب الذي هو ذل ومهانة وخزي، وكل سورة فصلت دفرمي وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا عمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أو صاعقة وعذابك الأسمان وهات عذابك بو زليل بون ورسوا بوني تدابو لبو أوان كواتا خواهي قول بو شوي باس كردية صيحيك بو دنگيك بو دنگيكي قورا زلزلة لجير بيان دروز بو لو زيوي كرسالي دجيان صاعقة وعذاب لأسمان لبويان هات تخواري فأصبحوا في دارهم جاثمين أي لاصقين بالأرض على ركبهم كواتا بس سروي زوي دا كوتن سوتشيان كوت سروي زوي ووجوههم ملازمين أمكنتهم وهم هلكا كواتا لسر تسوكو دو متساويشان لسروي زوي بوشيوي كوتن بوشيوي لناوتون. وسبق بيان أن الله عز وجل شبه جثوهم وهم هلكا بأنهم كهشيم المحتضر، وكل سورة قمر دفرميتا فأصبحوا كهشيم المحتضر أي كأعواد الأشجار والأحطاب والأشواك التي يجمعها من يريد أن يبني حظيرة لدوابه ويحيطها بسياج من هذا الهشيم. كواتا وكو كهشيم المحتضر محتضر أو كسي كوابية بابلين جێگایەک دروست بکە لە بۆ مەڕ و ماڵاتەکەی خۆی ئیتر ئەو دار و پوش پەڵاشەی دەینیتن بەو شێوەی ئیتر ئەوانیش بەو شێوەی وەکو دار و پوش و پەڵاشیان لێ هات کاتێک کەواکو ئەو بابنە حەیوان بستە ناو جێگایەک و لە ناوی بلەوەڕێ و لە نەتیجەدا لە ئاسار و شوێنوارەکەی خۆی پوش پەڵاشێکی پەرش و بڵاو بەجی دێڵیتن بەو شێوەی هیچ قەدر و قیمەتیان نەما و پەرش و بڵاو بوونەوە ڕوحیان لە لاشەیان جیابەوە. ئیتر لە دوایەوە فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فتولى عنهم پشتی تێکردن وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي أي قوم خۆم پەیامی خوام پێگەیاندن ونصحت لكم ئامۆژگاریم کردن دڵسۆز بووم لە بۆتان لكن لا تحبون الناصحين ولكن بەڵام ئەنگۆ کەسانێکی ئامۆژگاری کارتان خۆش ناوێ. فتولى عنهم أي فأعرض صالح عنهم وكو لقاسمي دلي وتا لدواي عذاب كاسترين أو صالح بشتي تيكردن وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي المتضمنة تخويف العذاب عنه أو بيامن بيجياندن كوا أنقوم ترساندبو لو عذابي كديت سرتان ونصحت لكم فأمرتكم بكل خير ونهيتكم عن كل شر. خاطر نصحتم كردن آموجگاریم كردن فرمانم پێ کردن بە هەموو شتێکی چاک وام پێم ڕاگەیاندن کەوا واز لە هەموو شتێکی خراپ بینن بەڵام ولكن لا تحبون الناصحين أي من الرسل والأنبياء والعلماء لمخالفتكم أهوائكم. کەواتە ئەنگۆ کەسانێکی ئامۆژگاریکار لە پێغەمبەران و لە پیاو ساڵحانتان خۆش ناوێ لەبەرەوەی قسەکانی ئەوان مخالفەی هەوا و ئارزوتان دەکا. والظاهر أن صالحا عليه السلام كان مشاهدا لما جرى عليهم. كاتوا بيدتي صالح عليه الصلاة والسلام أوي لبيش تساوات كعذابكات السريان أو تمشاهد كردن وإنه تولى عنهم بعدما أبصرهم جاثمين. كاتا بشتي تكردن باشوي كواديتي بتشويق لناوتون تولى مغتم متحسر على ما فاته من إيمانهم. كاتا بشتي تكردن حسرد دشيشا كوان إيمانيا نهينا. كواتا خطابكي وكو أوي كوا حسرتي دچێشی لە پاشەوەی کە بە چاوی خۆی کەوادەیتی ئەوانە چیان لێ بەسەر هات ئامادە نەبوون پەیامەکەی ئەو وەربگرن تەمەشاکە چیان لێ بەسەر هات و وەکو حەسرەتێک ئەو قسەی دەکرد کەواتە وەکو خطابی پێغەمبەر بوو صلى الله عليه وسلم لە بۆ سەرکردەکانی قوڕەیش کاتێکەوە لەناو قولەیبی بەدر جەنازەکانی هەمووی کەوتبوو قسەی لەگەڵ دەکردن و دەیفەرموو إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وكل صحيح بخاري هاتيا. كواتا بەو شێوەیە هەندێک لە زانایانیش دەفەرموون فتولى عنهم هەر لە سەرەتای عەزابەکەدا کەوان هاواریان بوو ئەو قسەی لەگەڵ کردن و واتە ئەوانی گوێیان لێ بوو هەندێک دەن لە دوای ئەوەی کەوا عەزابەکە تەواو بوو بەو شێوەیە صالح پێغەمبەر عەلەیهی سڵاو وسەلام بە ئەسەفەوە پشتیان تێدەکا و دەڕوا و لەبەر ئەوەی بەگوێیان نەکرد و نەتیجەکەشی ئەو عەزاب و بەهاتە سەریان و لە نەتیجەدا خوای گەورە سوبحانەه وتەعالە
تەنها صالح و ئەوانەی کە ئیمانیان پێهینا بوو ئەوانی نەجاتدا و ئەو عەزابەش هاتە سەر ئەو قەومەی و ئیتر ئەو قەومەش وەکو باقی قەومەکانی دیکەی کافر ئەوانیش چوونە ناو زبڵدانی مێژوو چوونە ناو عەزابێک لە بەرزەخ و هەتا وەکو ڕۆژە قیامەتیش. ئیتر ئەوە نەتیجە و ئەوە عاقبەتی هەموو کەسانێکە پشت لە پەیامی خوای گەورە بکە. عاقبەتی هەموو کەسانێکی زاڵم و ستەمکارە، عاقبەت و نەتیجەی هەموو کەسێکی فاسیدە لەسەر ڕووی زەوی عاجلەن ئەم ئاجلەن خوای گەورە بەو شێوەیە سزای دەداتن خوا پەناماندا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.